قعدت معايا يشربوا حاجه وحكيت له قصه حياتها بقى من يوم ما اتولدت لحد اللحظه دي. كل حاجه حكيت له على كل حاجه. سبحان الله، دونا عن كل الوظائف اللي ممكن تكون في المملكه عينها الخادم الخاص بتاعه اللي هيتضرب بالجزمه كل يوم. الاميره ما ترددتش خالص وقبلت الوظيفه. هي كانت اميره محترمه بس هي ما كانتش اميره سهله نهائي. بعد ما فات اول يوم والملك بيجهز عشان يتخمد، سأل الاميره هي منين، فردت عليه قالت له انا من بلد جنبكم هنا مشهوره جدا. لما الملك سالها بلدهم مشهوره بايه، ردت عليه حته رد: احنا اشهر حاجه في بلدنا ان لو واحد مهما كان لو كان ايه ضرب حد بالجزمه بيبقى راجل واطي. بنسميه الواطي. نقول الواطي راح الواطي جه. يعني صغيره تمشي وراه في الشارع تزفه كل يوم يقولوا الواطي اهو. الملك طبعا سمع الكلمتين دول، كان اقل من جزمته، فحطها جنبه وقال لها تصبحي على خير واتخمد. كانت اول مره في تاريخ المملكه حد يكسر عاده الملك القذره. ومع ان اليوم عدى على خير بس الملك حاجه جواه ما استريحتلهاش. تاني يوم الصبح اول ما صحي لم الخدم وامرهم ينزلوا يفتشوا شنطها واوضتها وما يسيبوش اشياء لما يبصوا فيها. الخدم فعلا لموا بعض ونزلوا فصصوا اوضه الاميره، وحظها المنايل وهم بيقلبوا في حاجتها لقوا معاها خاتم الماظ ثمنه يجوز الشارع مثلا. فطبعا شكوا انها سرقاه وراحوا قالوا للملك. الملك طلب منهم الانصراف وقعد بقى مع نفسه كده يفكر ايه، انا قلت من الاول الواد ده وراه مصيبه، انا مش مرتاح له. وبعت للاميره طلب منها تطلع له الاوضه. اول ما دخلت عليه لقيته قاعد لها ماسك لها الخاتم. الملك فتح لها تحقيق سين وجيم، وهي الصراحه ما كانتش محتاجه. هي اعترفت من اول سؤال. مع اول سؤال قالت له لحظه واحده، قالت له لا لو سمحت انا مش حراميه، والله العظيم ما حراميه. وقامت قلع الزعبوط، شعرها الاصفر الذهبي لون الشمس بان، وقامت قلع البلطو فستانها اللي من اغلى الاقمشه ظهر. ومن جمال الاميره الملك انبهر. قعدت معايا يشربوا حاجه وحكيت له قصه حياتها بقى من يوم ما اتولدت لحد اللحظه دي. كل حاجه حكيت له على كل حاجه. الملك طبعا وقع في حبها وطلب منها تتجوزه. لسه بنقول عليها اميره عاقله كده ومخها شغال. وافقت على وافقت. الفرح كان تاني يوم. على فرحهم بقى عزموا ملوك كل الممالك اللي يعرفوها في حياتهم. بعد اسماء الله الحسنى للفنان هشام عباس ما خلصت، فتحوا البوفيه للمعازيم وكان فيه من الاكل كل ما لذ وطاب. ولكن الغريب ان كل حد كان بيدوق حاجه ما ياكلش منها تاني. مره واحده لقى واحد بيزعق وصوته جايب اخر القاعه. الاميره خدت بعضها وراحت عشان تشوف ايه المشكله، ولما وصلت طلع الراجل اللي كان بيجعر ابوها. الملك ابوها كان متعصب جدا وعمال يزعق ومش شايف قدامه. الاميره اعتذرت له وسالته ايه المشكله لو يقدروا يصلحوها. قال لها انا لو قدامي الاكل ده وهموت من الجوع مش هاكله. طبعا الفرح ده لو عندنا في مصر ان كلب الشبشب. يا اخويا عنك ما كلب. ايه ده صاحب مين ده يا ام احمد؟ انت تابع مين يا حاج؟ لا بس انت تابع مين وعمال تبيع وتشتري فينا كده ليه؟ تابع مين؟ المهم الاميره اعتذرت له وسالته عن المشكله عشان لو يقدروا يصلحوها، فقال لها ان الاكل ما فيهوش نقطه ملح. شوف ازاي بقى دلوقتي ما عندكش مشكله تموت من الجوع عشان الاكل ما فيهوش ملح. بس اما بنتك من 3 ايام قالت لك بحبك اكتر من حب الاكل للملح قتلتها، طردتها وقتلتها. بنتك حبيبتك ده نار. لما بص في وشها ولقاها بنته خدها بالحضن وقعد يعيط. قال لها انه بيندم كل يوم بقاله 3 ايام. وطلب منها تسامحه وبارك لها على الجوازه. بس هو ثواني. طب ما خلاص صحيح، ما ابوكي رجالك، خدي بعضك وارجعي مع ابوكي على بيتكم. اصل خلاص مشكله وحليناها. هتضحي بحياتك مع الراجل قليل الذوق التاني ده ليه؟ بس المهم هو اللي حصل، وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات بيحبوهم اكتر من حب الاكل للملح. وتوته خلصت الحدوته. اشوفكم في قصه جديده وحلقه جديده بكره. باي.